والله انطباع عن المباراة، مباراة دوري الأربعة، مباراة ما تقبل القسم على اثنين. في النهاية ربعنا ما قصروا، الحمد لله على كل حال. وهي كرة قدم فيها فوز وخسارة، والحمد لله على الأداء، ومبروك سوي على الفوز. استاذ والله أول شيء نشكر عدسة مازن على التغطية، كذلك أهدي هذا الفوز. والمباراة كانت مباراة حماسية، مباراة قوية الصراحة، يعني أقوى مباراة لعبتها مع فريق سويح هذه السنة. والحمد لله توفقت، صديت ضربة جزاء، الحمد لله توفقت وساعدنا. وإن شاء الله بإذن الله القادم أفضل أهدي هذه الفوز كليتي، الفوز هذه كليتي لهذه الجمهور. هذه الجمهور كله يستاهل إن شاء الله، إن شاء الله الكاس إن شاء الله جايبنا. والله تخيلي توقعت يسار من ناحية الهاتي، أو ما بأول مرة أشوفه يشوت بلنتي، فحفظت زايفته والحمد لله قحمت توفقت فيها. أول شيء الحمد لله رب العالمين بعد توفيقه وصولنا للنهائي. بكلمك عن أيمن، أول شيء بكلمك عن المجموعة كلها كاملة. الحمد لله رب العالمين، لولا جهود اللي دار وتكاتفهم وتآزروا مع بعضهم البعض وثقتنا باللاعبين، الحمد لله رب العالمين بعد من أول ما مسكنا الفريق حسينا إنه بوجوههم الطيبة، بتعاونهم، بوجودهم باستمراريتهم في التمارين، بحماسهم الزايد، حسينا إن احنا السنة إن شاء الله وعدنا معهم إن نوصل للمباراة النهائية. أيمن أول ما وصلت وكنت عنده صراحة عن نفسي، رغم الإدارة كانوا مشكين إن أيمن يكون عدم ثقة في المرمى، لكن كوني حارس مرمى خبرتي عندي ثقة كبيرة، سواء حتى لو لعبنا ضربات ترجيح إن نحن نفوز بثقتي بأيمن، لأنه ولد شخصيته داخل الملعب رغم هدوءه، لكن يملك شخصية الحارس المتمكن. لما جات ضربة الجزاء كان عندي ثقة إن الكرة راح تطلع برا أو بيصدها أيمن، لأنه وعدني كابتن إن شاء الله أنا بكون نجم المباراة، وقلت له أنت نجم المباراة، رغم إنه يلعب وهو مصاب، رغم إصابته الإدارة ما كانوا يريدوا يغامروا فيه، لكن ثقتي فيه قلت هو بيلعب وهو راح يكون نجم المباراة. وفعلا أثبت إن أيمن رجل المباراة، ما بالمباراة هذه مباراة الأشخرة، ويثبت اليوم أيمن فعلا الرغم الصعب في فريق سويح نفسيا أكثر من فنيا. الحارس دائما أي لاعب حاليا في الوقت الحالي يتحضر نفسيا بدنيا، ممكن بدل الاجهاد هذا ممكن ما يعيد استشفاءه، لكن نفسيا ممكن يكون حاضر. وأيمن تعليماتي له دائما، وهذا ثقتي فيه قلت لك كبيرة. نفسيا أيمن إن شاء الله راح يكون جاهز 100%. ممكن أنا ما شفت فريق السويح، لكن إلا سمعي إنه يقولوا فريق زين، فريق ممتع. طالما الفريقين وصلوا للمباراة النهائية معناته قادرين بالوصول للنهائي، قادرين بالوصول للنهائي. إن شاء الله بإذن الله تعالى نستمتع بمباراة تليق بالجماهيرية اللي صراحة يعني حدث الناس، حدث الدورات الثانية لكامل جعلان أبو حسن، الجماهيرية الطاغية اللي جالسة نعيشها الحين في نادي الوحدة، هي إن شاء الله راح تخلينا نستمتع داخل المستطيل الأخضر. مباراة تكون جميلة، نتمنى إن شاء الله نمتع الجمهور. فريق السيح فاز ب6 فاز ب7 نحترمه، لكن ايضا في نفس الوقت نحن عندنا لاعبين رجال يمتلكوا المقدره، لان مثل ما في فريق السيح المباراه كلها جزئيات بسيطه، قدرنا نخطف هدف في الشوط الثاني، كان ممكن يتسجل علينا هدف وتعد المباراه في جزئيه بسيطه، لكن الحمد لله رب العالمين. واعيد واكرر اقول لك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باصرار وعزيمه اللاعبين ان شاء الله البطوله ما راح تخرج عن فريق سويح باذن الله تعالى.